جم هم كمان وبيبصوا معاه، وشافوا إن في ظل ناس ماشية جوه. أول ما شافوا المنظر ده ما كانوش مرعوبين كلهم، والغريب إنهم بدأوا يسمعوا صوت زحمة، وكأن في ناس كتير واقفين في سوق ولا حاجة. بس هم مش شايفين الناس دي، هم مجرد شايفين ظل بتاع ناس خفية ماشيين جوه. وفجأة سمعوا صوت صرخة مرعبة شديدة. اتفزعوا وهم في مكانهم، وفضلوا يدوروا على مصدر الصرخة دي جاية منين، لكن مش لاقين حاجة. والطرقة اللي هم كانوا واقفين فيها فجأة شافوا جسم كبير جاي بيجري عليهم منها. طبعا الشباب خدوا بعضهم وجريوا بأقصى سرعة، لكن اللي رجله وجعاه ده ما قدرش يجري، وقع وكان بيصرخ وبيزعق، وكأن في حد ماسك رجله وبيسحبه لورا. الشباب أول ما سمعوا وشافوا إنه وقع جريوا عليه كلهم، وكانوا بيسحبوه، وفي قوة من الناحية التانية بتشده في الضلمة، بس مش شايفين مين اللي بيشده. وبالفعل قدروا إنهم يسحبوا وياخدوا معاهم ويجروا، ووصلوا للدور الأرضي وهم بيجروا زي المجانين. ولما كانوا في الممر اللي آخره الباب بتاع الخروج فضلوا يجروا لحد ما وصلوا للنص، وباب من الأوض راح مفتوح لوحده، وطلع لهم ست عجوزة ملامحها مريبة وهي غضبانة، وبتقول لهم: انتوا صحيتوا الحيوانات بتاعتي. واحد منهم أول ما شاف ملامح الست دي ما قدرش يستحمل ووقع وأغمى عليه. كل الشباب راحوا شايلينه وجريوا بيه لحد ما خرجوا من باب المستشفى. وهم في الطريق عشان يروحوا للجراج اللي راكنين فيه العربية راح قابلهم راجل أمن وملامحه كلها غضب، وقال لهم: انتوا ايه اللي جابتوا هنا وفي وقت زي ده؟ الشباب أول ما شافوا راجل الأمن اطمنوا في ساعتها وقالوا له: احنا سمعنا ان المستشفى دي مهجورة وانها بيسكنها جن، فاحنا حبينا نستكشفها ونتأكد بنفسنا. هو راح قال لهم: طيب امشوا ما تجوش هنا تاني. هم يلطفوا مع الدنيا شوية ويخلوا على الأقل يبتسم ويعتذروا له، بس ملامحه كانت ناشفة جدا وما كانش بيبتسم، وكأنه إنسان آجي روبوت قال لهم: امشوا وما تجوش تاني. الشباب أول ما شافوا الراجل ده بيتكلم معاهم وهو غضبان ومش عايز يتساهل ولا يبتسم حتى، خافوا جدا علشان ما يبلغش الشرطة، فأخدوا العربية بتاعتهم بسرعة وجريوا من المكان اللي كانوا فيه. وهم ماشيين في الطريق